صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتكم قناة كويزين كهينة منال. كيما راكم تشوفوا جيت نشارك معكم اليوم هاد الوصفة الرائعة. درت لكم واحد الساندويتشات روعة الروعات. هاد الساندويتشات درتهم بواحد الخبز يجي طري خفيف هش قطني ما شاء الله، قد ما نشكر لكم فيه ما نوفيش حقه. والحشو اللي درتو معاهم رائع، يعني بالنسبة للأطفال تاعكم اللي ما ياكلوش الخضرة هاد الحشو فيه الخضار وما يبانوش كامل باللي فيه. على كل حال ننصحكم تابعوا معي الفيديو للأخير. ما تنسوش إذا عجبتكم الوصفة تضغطوا على زر الإعجاب، وبالنسبة للأشخاص اللي هم يشاهدوا فيها لأول مرة نقول لهم إذا عجبتكم القناة تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يلحقكم كامل جديد تاعنا. نمروا مباشرة باش نشوفوا المقادير تاع العجينة. راح نحتاجوا 2 كيسان سميد رطب، 4 كيسان فرينة، 4 كاس زيت، كاس حليب دافي، بياض حبة بيض، ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، ملعقة كبيرة تاع السكر، ونصف ملعقة كبيرة تاع الملح. راح نحتاجوا كاس ونص تاع ماء دافي باش نكملوا نطموا به العجينة. بالنسبة لكامل هذه المقادير بالجرام راح تلقوهم مكتوبين في صندوق الوصف. هنا راح ناخدو غرفيه ولا ليان اللي راح نخلطو فيه العجينه تاعنا، نحطو فيه هذيك الفرينه، نضيفو لها هذاك سميد رطب، وراح نخلطوهم جيدا بملعقه هكا باش يتجانسوا. وبيان سور ما ننساش نضيف عليهم هذيك نصف ملعقه كبيره تاع الملح كما راكم تشوفوا، ونزيد نخلط كامل هاد الملح مع الفرينه والسميد حتى يتجانس كامل ويتوزع فيهم. من بعد ديك راح نحاول ندير حفره هكا صغيره بالملعقه كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. نضيف الخميره في الوسط وراح نضيف لها هذاك السكر، ونضيف لها هذاك الكاس تاع حليب لازم يكون دافي. دائما نقول لكم الحليب لازم يكون دافي. من بعد راح نضيف لها هذيك الكاس تاع الزيت، عفوا 4 كاس تاع الزيت، ماشي كاس، 4 كاس تاع الزيت. ونضيف لها هذاك البياض تاع حبه بيض، وراح ندير الكل يتعجن في العجان الكهربائي. كما دائما نقول لكم الاشخاص اللي ما عندهمش العجان الكهربائي ماشي لازم نعجنوا به، نقدروا نعجنوا بيدينا. وشنو الفرق بين العجان واليدين؟ هو كي نعجنوا بالعجان راح ناخذوا 5 دقائق برك، بالنسبه للاشخاص اللي يعجنوا بيديهم راح يحتاجوا حتى 10 دقائق باش العجينه تاعنا تجي طريه ولينه. على هذيك اللي دائما نقول لكم باللي انا نعجن بالعجان كي نكون نصور هكا باش نربح الوقت وما ناخذش الوقت بزاف هكا كون طول بزاف في التصوير. كيما راكم تشوفوا العجينه تاعي راهي تتعجن، ونبدا نزيد لها الماء عفوا، نكملوا نعجنوها حتى نحصلوا على هذا القوام. كيما راكم تشوفوا القوام تاع هذه العجينه لازم يكون متلاصق بصح وشنو ماشي بزاف، يعني نقدروا نتعاملوا معاه بيدينا. هنا راح نحو العجينه تاعنا من الغيسيبيون، راح نحطوها على سطح العمل باش نزيدو هكا نطموها شويه بيدينا ونرجعوها عجينه متناسقه بهذا الشكل. انا دائما نحب نزيد لك هكا 2 دلكات 3 بيدي باش نتحصل على هذاك الشكل المتناسق في الاخير كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. وكيما راكم تشوفوا يعني هي متلاصقه العجينه بصح نقدر نخدم بها بيدي، يعني ما تجينينيش ما تلصقليش بزاف. كيما راكم تشوفوا شوفوا شحال طريه. راح نجيبوا ان ريسيبيون واحد اخر اللي نديروها تخمر فيه، راح ندهنوه بشويه زيت كما دائما نقول لكم. ايضا هاد المعلومات دائما نكررها عليكم، على بالي بلي كاين ناس بزاف خلاص حفظتها وعيت منها، بصح كاين ناس جدد دائما معنا على بها نحب نعاودهم. وبيان سور نحطوا العجينه تاعنا فيه ونزيدوا ندهنوا لها الوجه تاعها من الفوق. بالنسبه للاشخاص اللي ما على بالهمش علاه باش كي نديروا لها فيلم اليمونتير ما يلصقناش، راح نغطوها بفيلم اليمونتير ولا بكيس بلاستيكي يعني المتوفر عندكم في المنزل. وشنو انا نحب نستخدم هذا الفيلم اليمونتير على خاطش يلصق في الليان ولا يلصق في هذا الصحن اللي نحطو فيه العجينه تخمر على بها نحبه. ومن بعد تيك راح نزيد نغطيها بطرشونه كما العاده ونحطوها في مكان دافي ونخلوها حتى يتضاعف الحجم تاعها جيدا ونرجعوا لها من بعد. الوقت اللي راهي تخمر فيه العجينه راح نروحوا نحضروا الحشو تاع هاد السندويتشات الرائعه. راح نحتاجوا فيهم صدر تاع الدجاج مرحي، حبه زروديه كبيره وحبه قرعه كبيره بالنسبه ليهم ربيتهم في رقيق. عندي حبه بصل متوسطه الحجم قطعتها المربعات صغيره جدا. عندي كميه من الجبن المبشور، عندي كميه من المعدنوس قطعته رقيق. بالنسبه للتوابل ما حبيتش نكتر فيها، عندي مغرفه صغيره تاع قزبر، نصف ملعقة صغيرة تاع فلفل كحل، عندي ملعقة صغيرة معمرة جيدا تاع الفلفل العكري البابريكا، وعندي الملح حسب الذوق، وبيان سور الزيت باش نطيبو أول حاجة الخضار تاعنا.
راح ناخدو مقله نحطو فيها شويه زيت، كيما قلت لكم راح ندبلو الخضرات تاعنا، يعني البصل والقرعه والزروديه هذا ما كان. الباقي المكونات حنخلوهم بالطرف. راح ناخدو البصل تاعنا نحطوه في الزيت هذيك، راح نضيف له هذيك زروديه والقرعه. وكيما قلت لكم يفضل انه زروديه والقرعه ترابيوهم في لاغاب رقيقه باش يطيبوا لكم ويدبلوا لكم تمتم، يعني ما يطولوش في الطياب تاعهم. وراح نخلط كامل هاد المقادير مع بعضهم وندبلهم جيدا. راح نضيف عليهم غير شويه ملح، رشه برك تاع ملح خفيفه، ما نكترش على خاطر راح نضيف لهم من بعداتك كيما راكم تشوفوا. ونخلطهم ونخليهم يدبالوا على نار متوسطه باش ما يتحرقوناش حتى يدبالوا لي كامل. ونرجعوا من بعد باش نشوفوا كيفاش نكملوا نحضروا هاد الحشو. هنا بعد ما دبالت لي كامل هذيك الخضره تاعي وطابت كيما راكم تشوفوا، شوفوا الشكل تاعها كيفاش تولي بهذا الشكل. دوكا راح نحضر الحشو تاعي بها. راح نحطها في غيسيبيون في ليان، وراح نضيف عليها هذاك الدجاج مرحي اللي رحيتو كيما راكم تشوفوه كيما قلت لكم خضر. هنا علاش دبلت الخضره تاعي وما خليتهاش يعني هكاك خضره؟ اول حاجه لانه راح تعطي بنه مليحه، تاني حاجه انه طايبه باسكو كان نديرها خضره بالك ما طيبش مليح مع الحشو، وراح تتغزغز لنا في الحشو وما تعطيش قوام مليح للحشو تاعنا. كيما راكم تشوفوا ضفت الدجاج خضر عليها، ضفت هنايا الفرomاج غابي. انا دائما نهضر لكم على الفرomاج هذاك فيت في، قلت لكم من نوعيه رخيصه بصح داخل الحشوات رائع، يعطي لهم بنه وقوام ما شاء الله، يجي الحشو مشمخ وطري. نضيف دوكا ضفت المعدنوس، وراح نضيف باقي التوابل اللي هما الملح القزبر شويه فلفل الكحل والفلفل العكري. وراح نخلط كامل هاد المكونات جيدا مع بعض حتى يتجانسوا. هنا في الاول كنت نستخدم الملعقه مي حبست وقلت لازم نستخدم يدي كيما راكم تشوفوا، لانه غير اليد اللي راح تخلط كامل هاد المكونات مع بعضهم جيدا. المهم نخلطهم مليح حتى يتجانسوا ويختلطوا كامل مع بعضهم، يعني هذيك الخضره تتوزع على كامل هذاك الدجاج مع الفرماج والتوابل بهذه الطريقه. بعد كيما راكم تشوفوا هنا وانا نخلطها في يدي حسيتها انه جاتني طريه بزاف، ضفت لها حوالي 2 مغارف كبار تاع لا شابلور، ولا ما عندوش لا شابلور يقدر يضيف الفارينه. راح نشكلو دوك هاد الحشو تاعنا الى كريات. بيان سور انا نحب نوزنهم كامل ميزان واحد باش يجوني متناسقين في الشكل. وزنتهم كامل 65 غرام للوحده كيما راكم تشوفوا. راح نوزنهم كامل. عاونوا يديكم بشويه زيت هكا باش تقدروا تخدموها فاسيلمون، يعني ما تلصق لكمش في اليد، لانه على بالكم الحشو يكون طري. وما تكتروا الحش بزاف الفارينه ولا لا شابلور تانيك باش ما يجيكمش الحشو ناشف ويابس. يعني نحاولوا انه نديروا لها غير شويه برك، ومن بعد الباقي تاع يعني باش نقدروا نتعاملوا معاها نكملوه بالزيت. وكما شفتوا نبدا نعبزها هكا شويه، ما نديرهاش رقيقه بزاف، نخليها السمك تاعها شويه عالي هكا باش يجي تانيك شكلها جميل، ما تكونش هابطه بزاف يعني رقيقه بزاف، ويعني ما نعبزوهاش بزاف. بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه بهذا الحجم كيما راكم تشوفوا في الفيديو. انا راح نكمل نشكلهم كامل بهذه الطريقه ونرجع لكم من بعد ما كملت شكلت كامل الكريات تاع الحشو. راح نجيب دوكا البيض، خلطت حبه بيض، وعندي هنا لا شابلور اللي هي الخبز مرحي، لانه راح ندهنهم بالبيض ونرمدهم في لا شابلور هاد كريات تاع الحشو. كيما راكم تشوفوا الحجم تاعهم يجي متناسق ويجيكم على حبه، كي توزنوهم الحاجه تخرج لكم روعه. هنا راح ندهن بالبيض هكا بالبانسو. علاش ندهن بالبيض؟ يعني باش ما ترفدليش بزاف البيض، يو كان ندخلها لداخل ونخرجها يعني ترفد لي بزاف البيض عفوا. اون بليس يتخسر لي الشكل تاعها، لانه البيض جاري كي نديرها لداخل مع نرفدها بيدي تبدا تزلق لي راح يتخسر لي شكلها. وراح نرمدها هكايا في لا شابلور بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. وراح يعطي لها واحد البنه روعه الروعات، تجيكم مش قرمشه، يعني ماشي قرمشه كبيره يعني صراحه ما تحسولهاش قرمشه كبيره، بصح هكا حاجه خفيفه يعني تجي روعه. راح نكمل نخدمهم احبابي بهذه الطريقه ونرجعوا باش نزيدو نكملوا نشوفوا كيفاش نطيبوهم.
هنا باش نقلوهم راح ناخدو مقله وراح نديرو الزيت. وشنو نصيحه، ما نديروش الزيت بزاف كي نجو نقليو هكا العفايس اللي تاع الدجاج ولا تاع اللحم مرحي ولا المعقوده كيما لا دغنيه فالاخت قالت لي كيفاش ما تدوبلكش المعقوده. راح نعطيكم النصيحه هنا اليوم. راح نحطو زيت وشنو ما نحطوهاش غزيره، ما نديروش الزيت بزاف، نديرو الزيت كيما راكم تشوفوا قسمه التقله. واول حاجه نسخنوا الزيت تاعنا مليح، نديروها تسخن مليح. كي تسخن مليح نقصوا الفرن تاعنا ونديروها على نار متوسطه ونخلوهم هكا يتقلاو وما نقلبوهمش، ما نتوشوهمش، نقلبوهم حتى يطيبوا لنا مليح من التحت. يعني ماشي جوست نديروهم نروحو نقلبوهم، باسكو كان نروحو نقلبوهم راح يذوبوا لنا كامل. يعني نخلوهم حتى يطيبوا لنا مليح باش نقلبوهم. كيما راكم تشوفوا نقلبوهم غير بالعقل بهذه الطريقه. شوفوا شكلهم كيفاش يقعد هو ما يذوبونا ما يتقسمونا ما يتكسرونا بهذا الشكل. هنا بعد ما كمل طاب الحشو تاعي كامل رجعت العجينه لقيتها الله يبارك ما شاء الله خمرت جيدا وضاعف الحجم تاعها كيما يحب الخاطر. راح نفرغوا لها كيما العاده دائما الهواء تاعها اللي فيها، نحوها من الريسيبيون ونحاول انه نطمها هكا شويه بيدي باش نبدا نقسمها. ومن بعد راح نقسم العجينه تاعي وبيان سور دائما نوزنها باش تجيني متناسقه. ودرتهم هاد لي ساندويتش بحجم 80 غرام للوحده كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. بعد ما قسمت كامل العجينه نبدا نطمها كامل هكا بيدي ونشكلها كريات كما نعودكم دائما، نحطوها على سطح العمل ونكوروها بهذه الطريقه. هنا دوك راح نشكلوا الكريات تاع الخبيزات تاعنا بهذه الطريقه. يعني ندير في الوسط حفره بهذا الشكل ونبدا ندور صبعي باش تتفتح لي الحفره ويجي شكلها بهذه الطريقه. انا احبابي بعد ما كملت شكلتهم كامل ما حبيتش نطول عليكم الفيديو ونوريكم مره واحده اخرى. غطيتهم خليتهم يخمروا واحد 10 دقائق هكاك واحد اخرين ونرجعوا باش نكملوهم. بعد ما زادوا خمروا لنا واحد 10 دقائق راح نجيبو هنا البيض كيما راكم تشوفوا. درت صفار البيض خلطته مع شويه حليب لحظه، اللي ما عندوش حليب لحظه يقدر يدير حليب العادي كيما راكم تشوفوا. وراح ندهنهم كامل من الفوق. هنا بعد ما كملت دهنتهم كامل بالبيض راح ندير لهم شويه من الحبوب، اي بذور ولا عندكم في الدار. انا هنا عندي خليط بين الزريعه الجلجلان الشوفان مع السانوج، درتهم كامل من الفوق ودرت شويه بالجلجلان شويه بالسانوج، يعني خلطت كيما راكم تشوفوا. وراح ندخلهم الفرن كون سخنته مسبقا على 250 درجه مئويه، نخليهم يطيبوا من تحت ومن بعد نطلعهم من الفوق باش يحمروا. هنا الخبز تاعنا بعد ما طاب شوف كيفاش يجي طري وخفيف. راح نخلوه يبرد باش نبداو نعمرو هاد الساندويتشات. راح نفتحوهم كامل بالموس. انا حبيت نعطيكم ملاحظه احبابي كي يكونوا يطيبوا يعني كي يطيبوا لكم من تحت قبل ما تطلعوهم من الفوق عاودوا ديروا الحفره هذيك بصبعكم سينو لانه تتغلق لكم كي يطيبوا يتنفخ لكم تعاود تغلق لكم. زيدوا عاودوا عبزوها بصبعتكم باش تفتح لكم جيدا وتقعد لكم هكاك مفتوحه. راح نبداو نعمرو الساندويتشات تاعنا. راح نديرو لهم من تحت مايونيز. انا في الدار يحبوا مايونيز، ولا حبيتو ديروا صوص فروماج تقدروا ديروا صوص فروماج ولا اي صوص عندكم في الدار تقدروا تستخدموها تقدروا ديروها ما كاش مشكل. صوص الجيريان اي صوص عندكم. بالنسبه للاشخاص اللي ما على بالهمش باللي عندي بلاي ليست خاصه بلي صوص، راني حطيت لكم بزاف وصفات تاع لي صوص. ادخلوا البلاي ليست هذيك تلقاو وصفات متعدده تقدروا تستخدموا اي وحده فيهم. وراح نحط هكا وريقه تاع الشلاضه ونزيد هذيك البولات تاع الدجاج الحشو اللي الرائع اللي حضرناه مع بعض، ونزيد لهم هكا الفرماج تاع البرجر ونغطيها من الفوق. وراح تتحصلوا على احلى وابن واطيب ساندويتش تقدروا ديروه الاطفال تاعكم تفرحوهم به. وانا في الاخير واخيرا وصلنا للشكل النهائي تاع الساندويتشات اللي حضرناهم مع بعض. كما راكم تشوفوا شكلهم بزاف جميل وانيق ويشهي بالبزاف، وماشي غير يشهي صراحه جاو بزاف بزاف بنان. يعني انا في الدار كامل عجبوهم ويعني قد ما قالوا لي بنان كثروا وعاودوا. على كل حال نقول لهم صحتكم وانتم احبابي ايضا بصحتكم اذا جربتوهم، صحه العائله تاعكم ان شاء الله تجربوهم وتفرحوهم. واذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش ديروا لي جيم وخلوا لي ارائكم في التعليقات. نقول لكم اول حاجه يعطيكم الصحه كامل على التعليقات الايجابيه اللي راكم تخلوها لي، تفرحني بالبزاف يعني صراحه ماشي غير تفرحني وتشجعني اكثر واكثر على الاستمراريه في القناه. نقول لكم يعطيكم الصحه بالبزاف.
باش ما نطولش عليكم احبابي، نقول للاشخاص اللي يشاهدوني لاول مره ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس هكا باش يلحقكم كامل جديد تاع القناه تاعنا. نقول لكم يعطيكم الصحه على المشاهده، وراح نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.